في قاعدة قانونية بتقول إن العقد شريعة المتعاقدين. ناس كتيرة بتسأل يعني إيه العقد شريعة المتعاقدين. وناس كتيرة للأسف فاهمة العقد شريعة المتعاقدين فهما خاطئا. النهاردة هنتكلم عن القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. هنتكلم عن تعريف العقد في القانون، هنتكلم عن أطرافه وعددهم، هنتكلم عن أركان العقد أو شروط صحته، وهنتكلم عن تقسيم العقود أو أنواع العقود. لو حضرتك تابعتني في الحلقة دي بكل تركيز، لو عايز تكتب عقد بنفسك هتقدر. كمان الحلقة موجهة لرجال القانون أو لعامة الناس بعيدة عن مجال القانون. يعني لو حضرتك محامي تقدر تستفيد من الحلقة، لو حضرتك بعيد عن مجال القانون برضو تقدر تستفيد من الحلقة. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم، أنا علي بدر وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتتفرج على البرنامج عبارة عن معلومات قانونية جديدة في كل حلقة جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري. قبل ما نبدأ الحلقة، لايك وسبسكرايب للقناة. يلا بينا. القاعدة القانونية بتقول إن العقد شريعة المتعاقدين. في الحقيقة إن القاعدة القانونية دي لو فهمناها كويس هنعرف كل حاجة عن العقود في القانون المصري. طيب، نبتدي بإن العقد شريعة المتعاقدين. يعني إيه عقد؟ القانون بيعرف العقد يعني. جمهور القانون قال إن العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه. طيب، ده تعريف العقد في القانون، أو جمهور الفقهاء عرفوا العقد التعريف ده: تلاقي إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وذلك بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه. يعني إيه الكلام المكعبل ده؟ نبدأ واحدة واحدة. تلاقي إرادتين أو أكثر، من الوهلة الأولى كده إرادتين أو أكثر هم دول أطراف العقد. يبقى هنا أطراف العقد بنتكلم إن العقد لازم يكون له طرفين على الأقل، طرفين أو أكثر. يعني العقد ممكن يكون مثلا له طرفين أو 3 أو 4 أو 10، لكن من المستحيل إن العقد يكون له طرف واحد. إذا هنا عرفنا إن العقد بيكون له طرفين على الأقل، ممكن 3 ممكن 4 ممكن أكتر، لكن العقد مش ممكن يكون له طرف واحد. وهنا لما هنتكلم عن أطراف العقد هنتكلم على حاجة مهمة جدا. في فرق ما بين طرف من أطراف العقد أو فرد من أفراد العقد. العقد لازم يكون له طرفين. طرف العقد ممكن يكون فرد، ممكن يكون أكثر من فرد. طب تعالى ناخد أمثلة على الكلام ده. مثال إن في شخص بيمتلك سيارة مثلا وبيبيعها لشخص تاني، فالشخص ألف بيمتلك السيارة وبيبيعها للشخص ب. إذا العقد هنا في الطرف الأول ألف اللي هو البائع، والطرف الثاني اللي هو ب المشتري. الطرف الأول هو فرد واحد، الطرف الثاني هنا هو فرد واحد. طب لو هنتخيل إن الطرفين العقد مختلفين، بمعنى إن الطرف الأول أو البائع 2 أو 3 بيملكوا سيارة، ألف وب وجيم بيملكوا سيارة واحدة وعايزين يبيعوها، هيبيعوها للطرف د اللي هو الطرف الثاني. يبقى دول كلهم اسمهم أفراد العقد. طيب، ألف وب وجيم أفراد الطرف الأول للعقد. يبقى ألف وب وجيم أفراد الطرف الأول، الجميع طرف أول بائع، ودال طرف ثاني مشتري. إذا كده عرفنا أطراف العقد. الطرف غير فرد العقد. العقد لازم يكون فيه طرفين على الأقل، وبرضو على الأقل بيكون فيه فردين، لكن ممكن يكون فيه أكثر. طرف العقد ممكن يكون فرد، ممكن يكون أكثر من فرد. طيب، يعني احنا قلنا توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. عرفنا أطراف العقد: اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. أثر قانوني معين بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه. طيب، الأثر القانوني المعين في المثال اللي خدناه ده هو نقل ملكية السيارة من الطرف الأول للطرف الثاني. نقل ملكية السيارة ده اللي احنا بنقول عليه الحدث القانوني أو الأثر القانوني، اللي بنقول عليه الأثر القانوني. طب إيه هو الالتزام؟
احنا قلنا توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، اللي هو البيع أو نقل الملكية من الطرف الأول للطرف الثاني. تمام. بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه. هنا بننشئ التزام. التزام إيه؟ التزام الطرف الأول بنقل الملكية للطرف الثاني، والتزام الطرف الثاني بدفع ثمن السيارة المبيعة للطرف الأول. يبقى هنا في التزامين متقابلين، التزام أول طرف بتسليم الملكية أو نقل الملكية، والتزام الطرف الثاني بدفع الثمن. طيب ده إنشاء التزام. طيب يعني إيه تعديله وإنهائه؟ هناخد مثال على كده، إن في الطرف الأول مؤجر والطرف الثاني مستأجر. الطرف الأول مؤجر للطرف الثاني شقة سكنية. هنا ادي في عقد اهو بانشاء التزام، الطرف الاول بيأجر للطرف الثاني. طيب جم في نص الايجار واتفقوا ان الايجار هيعلى، بدل الايجار مثلا ما هو الاجره الشهريه 100 جنيه هتبقى الاجره الشهريه 200 جنيه، فهنعمل عقد جديد ونكتب فيه الاجره الجديده. يبقى هنا تعديل الالتزام. تعديل الالتزام المستأجر بدفع الاجره 200 جنيه بدل 100 جنيه. يبقى هي احداث اثر قانوني برضه اللي هو الإيجار، أو بإنشاء التزام أو بتعديله. هنا تعديله. طب إنهائه، لو الطرف الأول المؤجر والطرف الثاني المستأجر اتفقوا إن خلاص عقد الإيجار ده ننهيه، والطرف الأول ياخد الشقة بتاعته والطرف الثاني ما يدفعش أجرة وخلاص وتنتهي العلاقة الإيجارية، فهنا بيعملوا عقد بإنهاء الالتزام، وده ممكن نسميه عقد فسخ. يبقى كده قدرنا نعرف العقد اللي هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهاء. طيب حد هيقول لي سؤال منطقي، إيه الإرادتين اللي أنت عمال تقول لي توافق إرادتين توافق إرادتين؟ إيه الإرادتين؟ الإرادة هي شرط من شروط العقد أو ركن من أركانه، وده هنتكلم عليه دلوقتي على طول في أركان العقد أو شروط صحته. قبل ما نتكلم على أركان العقد أو شروط صحته اللي تتطلبها القانون، لازم نعرف إن القانون بينظر للعقود على أساس إيه؟ بيقسمها إزاي؟ القانون بيقسم العقود أكتر من تقسيم. أول تقسيمة إن في عقود ملزمة لجانب واحد وعقود ملزمة للجانبين. اتفقنا طبعا إن العقد لازم يكون فيه طرفين على الأقل. طيب هل الطرفين لازم يكونوا عليهم التزامات، ولا ممكن يكون في طرف واحد بس اللي عليه التزام والطرف التاني له حق فقط؟ فعلا في عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد. طيب ناخد مثال زي ما اتعودنا في الشرح بتاعنا، هنقول ان عقد ملزم لجانبين زي مثلا عقد الإيجار. المؤجر هنا بيبقى ملزم ان هو يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة. المستأجر بيكون ملزم بدفع الإيجار الشهري للمؤجر. هنا في التزامات وحقوق. المؤجر حقه ان هو ياخد الأجرة الشهرية او يستحق الأجرة الشهرية، في مقابل ان هو ملتزم بتمكين المستأجر من العين المؤجرة. طيب المستأجر هنا برضو عليه التزام ان هو يدفع الإيجار الشهري للمؤجر، وله حق ان هو ينتفع بالعين المؤجرة. ده عقد ملزم لجانبين. لكن في عقد بيكون ملزم لجانب واحد، اي نعم هو بيكون فيه طرفين لكن ملزم لطرف واحد. طيب مثال مثلا عقد الهبة. عقد الهبة بيكون في شخص بيوهب الهبة بلا سبب. الهبة بلا سبب او بلا مقابل، لان في هبة بتكون بمقابل، في هبة بلا مقابل. الهبة بلا مقابل هي عقد ملزم لجانب واحد. بيكون شخص الواهب عنده مال، وانا لما بقول مال بقول مال على اي شيء له قيمة، يعني الفلوس مال، العقار مال، السيارة مال، اي حاجة ليها قيمة بنقول عليها مال. فهنا الواهب بيهب المال بتاعه للموهوب له بلا مقابل، فالشخص ده بيبقى عليه التزام ان هو ينقل ملكية المال الموهوب للموهوب اليه. كده في التزام من جانب واحد. طيب الطرف التاني عليه التزام؟ معلهوش اي التزام الا انه له حق ان هو ياخد المال الموهوب اليه. كمان ممكن نقسم العقود لعقود فورية وعقود زمنية.
العقد الفوري هو العقد اللي ما بيكونش الزمن عنصر فيه، زي عقد البيع، سواء بيع والتمن كاش او بالتقسيط. هنا عقد البيع بمجرد ما البيع بيتم والتسليم تم، خلاص العقد كده اتنفذ، ده عقد فوري. طيب في عقد زي عقد الايجار، الزمن عنصر مهم جدا فيه. ليه؟ بيكون العقد مدته سنة او 2 او 3، اذا لازم العقد يتنفذ فيه خلال الزمن ده. هنا العقد ده بيكون اسمه عقد زمني. طيب ممكن نقسم العقود كمان لآخر تقسيمة، والتقسيمة المهمة اللي هنتكلم عليها وهتكون أساس لحلقات تانية كمان جاية، اللي هي عقود مسماة وعقود غير مسماة. إيه هي العقود المسماة؟ العقود المسماة هي اللي تولى القانون تنظيمها بنفسه وتسميتها، لأنها عقود شائعة ما بين الناس. طيب زي إيه مثلا؟ زي العقود اللي بترد على الملكية أو على المنفعة أو على العمل، زي عقد بيرد على الملكية، زي عقد البيع. هنا القانون تولى تنظيمه ما بين المتعاقدين، ووضع شروط لصحة العقد غير الشروط اللي هنعرفها دلوقتي، يعني حط شروط تانية منظمة بالإضافة إلى الشروط العامة للعقود. زي عقد البيع مثلا، ده عقد بيرد على الملكية. زي عقد الإيجار، عقد بيرد على المنفعة، دي عقود مسماة. زي عقد العمل، برضو من العقود المسماة، القانون وضع لها تسمية ووضع لها تنظيم خاص بيها وسائل لشيوعها ما بين الناس. طيب في عقود غير مسماة. ايه هي العقود الغير مسماة؟ زي مثلا لما بيجي شخص وبيبقى عايز ينزل في فندق يوم 2 3، هنا بمجرد ان هو بيروح ويخش يعمل تشيك ان وبيدفع فلوس وبياخد مفتاح الغرفة، هنا في عقد تم، لكن العقد ده مش مسمى. القانون ما وضعلوش تنظيم خاص، بيخضع للقواعد العامة في العقود. كمان ممكن حضرتك مثلا، مثال بسيط قوي، لو حضرتك وشخص تاني اتفقتوا ان انتوا تعملوا ما بينكم، يكون في ما بينكم اتفاق، لا هو بيع ولا هو ايجار، لكن هو شيء غير مسمى. او مثلا ان في شخص وزوجته بيتطلقوا مثلا، فبيكتبوا عقد اتفاق ان والله هيكون في نفقة للاولاد، هيكون الحضانة مع مين، هتكون مسكن الزوجية فين. ده عقد غير مسمى، القانون مسمهوش، لكن في الاخر العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى ان اي شخصين ممكن يتفقوا على اي حاجة طالما توفرت شروط صحته بالنسبة للعقود بصفة عامة، وطالما توفرت شروط صحته بالنسبة للعقود برضو المسمى. نعرف شروط صحة العقد أو أركان العقد بصفة عامة. أركان العقد كلها سواء عقود مسماة أو غير مسماة، الشروط دي أو الأركان دي لازم تتوافر في أي عقد كان. وبعد كده إن شاء الله هنبدأ نعمل حلقة لكل عقد. يعني عقد البيع بيكون له شروط خاصة أو ظروف خاصة لازم يتم فيها، فهنقدر نعرف إيه هي الشروط دي وإزاي نكتب العقد، ونقدر نتفق مع المتعاقد التاني ونحط كل اتفاقنا في العقد. عقد الإيجار برضو كذلك بيكون له شروط مختلفة عن عقد البيع، وبيكون له شروط زيادة عن الشروط العامة للعقود، اللي هما الشرطين اللي هنتكلم فيهم دلوقتي. هنعمل إن شاء الله العقود المسماة، كل عقد مسمى هنعمل له حلقة إن شاء الله متفردة. طيب كده ناقص لنا في الحلقة النهاردة نعرف إيه هي شروط صحة العقد، أو زي ما بيسميها القانون أركان العقد. نبدأ نتكلم بقى عن أركان العقد أو شروط صحة العقد. شروط صحة العقد الشروط العامة لصحة العقد، ما بتكلمش عن عقد مسمى، ولا بتكلم على عقد بيع ولا على عقد إيجار ولا على عقد هبة مثلا. أنا بتكلم على الشروط العامة للعقد، أي عقد، وبينطبق وبيندرج تحتيهم طبعا عقد البيع وعقد الإيجار. كل العقود لازم يكون فيهم الشرطين دول أو الركنين دول. أول ركن في العقود اللي هو الإرادة، وتاني ركن
السبب. طيب ايه هي الإرادة؟ الإرادة هي التراضي. الإرادة هي التراضي، يعني شخص المتعاقد لازم يكون راضي باللي هو بيعمله. ولازم الإرادة كمان غير إنها تصدر من الشخص اللي هو التراضي، بيصدر من شخص المتعاقد، لازم يكون الشخص ده له أهلية لإصدار هذه الإرادة. طيب إيه هي أهلية الشخص لإصدار الإرادة؟ القانون هنا بيقول إن الشخص عشان يقدر يتعاقد في عقد معاوضة أو عقد ملزم لجانبين، زي ما عرفنا في تقسيم العقود، لازم يكون بلغ سن 21 سنة كاملة، متمتع بكامل قواه العقلية، غير محجور أو محجوز عليه. هنا الشخص ده بيبقى ذي أهلية، يقدر إن هو يتعاقد، سواء هيتعاقد في عقد، هيبقى طرف في عقد معاوضة، عقد ملزم لجانبين، أو عقد ملزم لجانب واحد. طيب الشخص اللي أقل من 21 سنة هل ينفع يكون طرف في عقد ولا ما ينفعش يكون طرف في عقد؟ ينفع يكون طرف في عقد عن طريق إن هو بيكون له الولي بتاعه اللي هو الأب، بيبقى اسمه الولي الطبيعي، أو عن طريق وصي. الوصي طبعا المحكمة اللي بتعينه ممكن تكون الأم، ممكن يكون الجد، ممكن يكون الأخ الأكبر، فممكن إن هو يكون طرف من أطراف العقود. ودي طبعا يعني تفصيلة كبيرة لو هنتكلم فيها الوقت مش هيسعنا، لكن احنا نقدر نقول ان الشخص اللي اهليته كاملة بيكون اتم 21 سنة، ويقدر ان هو غير بكامل قواه العقلية، غير محجور عليه غير محجوز عليه، يقدر ان هو يتعاقد، يكون ذي اهلية. طيب الشخص ذي اهلية لازم ايه كمان؟ لازم يصدر منه إرادة صحيحة، يعني مش اي إرادة، لا لازم إرادة صحيحة. طب ايه هي الإرادة الصحيحة؟ الإرادة الصحيحة اللي هي ما تكونش فيها عيب من عيوب الإرادة، زي الغلط أو التدليس أو الاستغلال. الكلام ده طبعا احنا بنشير إليه بسرعة لأنه لو هنشرحه مش هيسعنا الوقت، لكن اللي عنده أي استفسار طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض من المتابعين بتوعي، إن أنا دايما برد عليه في التعليقات. اكتب لي سؤالك في التعليقات وأنا هرد عليك. ناخد مثال بسرعة كده عن الإرادة. الإرادة مثلا لما يبقى فيها غلط، لو أنا الشخص ألف وعندي عربية وعايز أبيعها ب1500 جنيه، تمام، والشخص ب عايز يشتري العربية دي ب1000 جنيه، وبدأنا كتبنا العقد، وهنا التمن كان مكتوب 1000 جنيه، لكن أنا كانت إرادتي إنها 1500 جنيه. هنا أنا وقعت في غلط في الإرادة. طيب مثال تاني، لو انا عايز مثلا اشتري عربية، والعربية دي عايز اشتري عربية عشان اتحرك بيها، لكن العربية دي هي موديل قديم، عربية ما بتمشيش. العربية اللي عايز يشتريها بيشتريها على انها مثلا تحفة او منظر او اثر او كذلك، واتفقت ان انا عايز اشتري العربية، انا ارادتي متجهة ان انا اشتري عربية بتتحرك بتمشي اسوقها، وهي العربية مش كده. انا هنا ارادتي وقعت في الغلط في الإرادة. اذا لازم الاراده هنا او التراضي يبقى صحيح. يبقى انا الشخص الف عايز ابيع عربيتي ب1000 جنيه، الشخص ب عايز يشتري العربيه بتاعتي ب1000 جنيه، او العكس. لازم الاراده تبقى متطابقه، الارادتين للمتعاقدين او اطراف العقد، لو سواء طرفين او ثلاثة او اربعة، الاراده كلها، اراده الاطراف كلها بتبقى متفقه مع بعض، وخاليه من عيوب الاراده، وصادره من ذو اهليه. يبقى صادره من ذي اهليه شخص عنده 21 سنه، متمتع بكامل قواها العقلية، غير محجور أو محجوز عليه. تاني حاجة بتكون الإرادة صحيحة، وإرادة المتعاقدين أو أطراف العقد متطابقة وصحيحة وخالية من عيوب الإرادة، اللي هو الغلط والتدليس والاستغلال والإكراه. كده ده أول شرط أو أول ركن من أركان العقد. تاني حاجة ركن السبب. ركن السبب اللي هو الغاية من العقد، لازم طبعا هنا الغاية تبقى مشروعة. طيب برضو هندي مثال على الغاية. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اكتب عقد مع شخص تاني على ان انا ابيع له شيء او اشتري منه شيء محظور التعامل فيه. بمعنى ان مثلا المخدرات ممنوع التعامل عليها، ممنوع حيازتها اصلا، فما ينفعش يكون في عقد
ما بيني وما بين شخص ان انا اشتري منه مخدرات او ابيع له مخدرات. هنا العقد ده بيقع باطلا بطلانا مطلقا، بيبقى هو والعدم سواء، ما بيكونلوش اي اثر قانوني ولا بينشأ عنه التزامات ولا حتى حقوق. ليه؟ لان هنا الغاية او السبب غير مشروع. طيب انا ده عايز اشتري شقة، فبكتب عقد شقة، هنا الغاية مشروعة ان انا عايز امتلك شقة، فما فيش هنا غلط، ما فيش حاجة تحظر. آه، عقد العمل مثلا، الغاية هنا مشروعة ان انا عايز اشتغل فعايز اخد فلوس في مقابل ذلك، فهنا العمل مباح، فاقدر هنا ان انا اتعاقد. طيب ممكن يكون عقد مثلا عمل، لكن العمل هنا قانون بيمنعه، زي مثلا ان في دكتور بيكتب عقد مع احدى السيدات عايزة تعمل عملية اجهاض، هنا عملية الاجهاض دي ممنوعة قانونا، فهل العقد ده هيصدر صحيحا؟ طبعا العقد مش هيكون صحيح وهيكون باطل. ليه؟ لان القانون بيمنع اجراء عملية الاجهاض، فاذا هنا السبب غير مشروع غير صحيح. يبقى كده اي عقد في القانون لازم ان هو يتوافر له ركنين. اول ركن الارادة، ارادة تصدر صحيحة من شخص له اهلية. طيب تاني ركن او تاني شرط ان هو سبب العقد او الغاية من العقد. الغاية من العقد لازم تكون مشروعة، ما تكونش مخالفة للقانون. ما ينفعش ابيع او اشتري او ارهن شيء ممنوع حيازته او ممنوع التعامل عليه. ما ينفعش ان انا التزم بعمل القانون مجرم. لو توافر الركنين دول او شروط الصحة فهنا العقد بيبقى صحيح. لكن بنرجع تاني نفتكر تقسيمة العقود، ان في حاجة اسمها عقود مسماة وعقود غير مسماة. هنا دي الشروط الوحيدة او الشرطين اللي هم ملهمش تالت بالنسبة للعقود غير المسماة. والعقود غير المسماة زي عقد التوريد مثلا، عقد النزول في فندق، زي مثلا عقد ان انا بروح لشخص رسام عشان يرسمني يعمل لي بورتريه مثلا، فانا هنا العقد اللي ما بيني وما بينه ده عقد غير مسمى. طالما الاراده صحيحه والسبب صحيح خلاص العقد بيبقى صحيح. لكن في عقود زي عقود البيع، بالاضافه الى العقدين دول، الشرطين دول او الركنين دول لازم بيتوافر فيها متطلبات تانية للعقد ده عشان يبقى صحيح. كذلك عقد الايجار، القانون نظم قواعد برضو لازم الركنين دول او شرطين الصحة دول يكونوا متوفرين، بالاضافة الى قواعد تانية نظمها القانون. يبقى كده الحلقات اللي جاية ان شاء الله هتكون عن العقود المسماة. هيبقى في عقد البيع مثلا، هيبقى في عقد الايجار، كل هيبقى في العقود المسماة عموما. اكتبوا لي في التعليقات عايزين نتكلم عن اي عقد من العقود في الحلقات الجاية، وإن شاء الله هنعملها كلها حلقة حلقة. بس كده خلصنا العقود هنا، وقلنا يعني إيه العقد شريعة المتعاقدين، وشرحنا كمان عرفنا أطرافه، وشرحنا شروط صحته وأركانه، وعرفنا يعني إيه العقد شريعة المتعاقدين. عقد شريعة المتعاقدين أنت كأنك بالظبط عندك حتة قماش وبتفصل بدلة، فانت بتفصلها على مزاجك بشرط ان هو التفصيل ده ما يتعارضش مع القانون وتتوافر فيه شروط صحة العقد. احنا خلصنا كده الحلقة، وصلنا لنهاية الحلقة. لو استفدت من الحلقة اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واي استفسار اكتبهولي تحت في التعليقات وانا هرد عليك.